العمانية الملحدة ريما كما يصفها النشطاء كانت قد هاجرت من سلطنة عمان متجهة للعاصمة البريطانية لندن بغرض الهجرة بسبب الأفكار التي كانت تتبناها، ولم تجد أي مأوى لها داخل أراضي السلطنة خوفا على حياتها في ظل رفض الحكومة العمانية لمثل هذه الأفكار، حيث أعلنت تقارير إعلامية بأن الشرطة البريطانية عثرت عليها منتحرة داخل شقتها في أحد ضواحي العاصمة لندن دون الكشف عن مزيد من التفاصيل سوى أن جثتها يظهر عليها العفن كما ادعت بعض التقارير. وأكدت بعض الصفحات والنشطاء أن سبب انتحار ريما يعود لمعاناتها خلال الفترات الأخيرة من حالة اكتئاب شديدة ودخولها مرحلة عدم السيطرة على ذاتها نتيجة هذا المرض في ظل غياب الدعم النفسي، خاصة مع أفكارها الإلحادية التي كانت تعتنقها خلال الفترة الأخيرة. وأوضحت أن ريما اختفت عن مواقع التواصل الاجتماعي لمدة أسبوع كامل قبل أن يقوم أصدقائها بمحاولة السؤال عنها والاتصال بها، إلا أنها كانت لم ترد على تلك الاتصالات، ما دفعت لتبليغ الجهات الرسمية في لندن. وأضافت أن الجهات الأمنية البريطانية اقتحمت الشقة السكنية التي تسكنها الناشطة العمانية لتجدها قد أقدمت على الانتحار، وبعد التأكد من تقرير الطب الشرعي الذي أثبت أن انتحار ريما حدث قبل نحو 7 أيام.